ايه رايك؟ تمام، بسم الله ما شاء الله، الله ينور. ها. الله ينور. اهو. خيشنا الفانوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سر الصناعة. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. والنهاردة هتبقى حلقة مميزة جدا عن مراحل تصنيع فانوس رمضان، وهنشوف مع بعض بقى أول مرحلة في تكوين الفانوس، وهي مرحلة طبعا القص بتاع الصاج بتاع الفانوس. هنقص القبة بتاعت الفانوس، هي بتتاخد على القياسات وبالمقص. هي بتبقى قطع كده نقصها. المفروض مرحلة القص كلها خلصت، ايوه وبعد كده تبدأ في مرحلة اللحام، صح ايوه، كده؟ بتبقى قطع بقى زي كده، وبنبدأ اللي احنا نلحم فيها نجمعها ببعضها. تمام. كل دورية بتاخد 6 حتت. كده خلصت بقى خلاص، اللي هي الست ايوه، الست ضلوع. اجزاء. اه. بنجيب بقى الجزء الثاني بتاعها برضو ده دخلت في مرحلة القص لحد دي اه القبة اللي هي الراس اه القبة، اه. وهتلحمها فيها. كده ركبنا الجزئين دول في بعضهم، دي بتبقى حتة من القبة. نجيب الجزء الثاني بقيته. كده جمعنا ال3 أجزاء دول في بعض. هنجيب بقى الجزء الأخير دوت. يبقى الجزء بتاع القبة كله خلص كده، دي قبة الفانوس. كده قبة الفانوس اهيت خلصت بالشكل الجميل ده. هنخش على مرحلة بقى ايه، اللوح بتاعها. يبقى هو الإزاز بيبقى جاي كده، دي بيخش اسمها مرحلة الطباعة. الايه، سندال؟ اه، صندق. السندقة. اه. امم. الإزاز بيبقى بنقطعه، بنوديه الطباعة يتعمل الشكل اللي احنا عايزينه. اه. وبيجي بقى هيتقفل ايه عندنا هنا كده. تمام. كده بنعمل 6 حتت زي كده. جمعنا الثلاث اطراف، ايوه. وبعد كده تجمعهم بالثلاثة التانيين هجمعهم فانوس بقى. بحيث ان هي تخلص المرحلة. اه، تخلص مرحلة الفانوس. مم. كده احنا خلصنا من مرحلة السنداء، الجسم بتاع الفانوس. تمام. هتركب عليه إيه بقى؟ اركب عليه بقى القبة والقعر بتوعي. تركيب القبة بقى كده. اه، ده كده التشطيب النهائي للفانوس. كده خلص الفانوس بقى، صح؟ اه. خلص بالشكل الجميل ده، واحنا كده بقى داخلين على مرحلة تزيين الفانوس. تمام. دي أول مرحلة. هتعمل إيه؟ تخيش الفانوس. وريك. امسك. اسمه تخييش الفانوس. تخيش الفانوس. كده نخش على مرحلة تخيش القبة وتخيش الكعب. بقت بالشكل الجميل ده. ايه رأيك؟ تمام، بسم الله ما شاء الله، الله ينور. ها؟ الله ينور. اهو. خيشنا الفانوس. احنا داخلين كده بقى على مرحلة ايه؟ مرحلة التطريز. التطريز. تمام. تمام. المرحلة دي اسمها مرحلة الدوائر. اللي هو داير ما يدور يعني.
وكده الفانوس خلص بالكامل اهو بالشكل الجميل ده. ناقص بقى مرحله تطريز القبه بتاعته. الله على الشياكة والجمال، حاجة بجد مبهجة جدا جدا جدا. تسلم ايدك بجد. يا رب تكونوا استمتعتوا النهاردة معانا من حلقة برنامج سر الصنعة، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.